السلام عليكم، شلونكم؟ إن شاء الله الكل بخير وصحة وعافية يا رب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنا أنا سويت العشاء تشيل فراي ولوبيا سلق. عندي اللوبيا غسلتها ونظفتها، خليت لها مي وملح وخليتها على الطباخ تسلق حتى تستوي على راحتها. وسويت تشيل فراي، لأن مرات واحد يحير بالعشاء شو يسوي، قلت خلي أسوي تشيل فراي سهل وسريع وهم طعمه طيب بنفس الوقت. عندي هنا صدر دجاج ثرمته مربعات، وبوتيته وطماطة وفلفل أخضر. هنا أنا ثرمت البصل، خليت البصل يحمس بالبداية وخليت الصدر عليه هم يحمس شوية يذب مية، وخليت له ملح. وهنا أنا عندي البوتيته هم خليتها فوق الصدر حتى تستوي. بعدين أخلي الفلفل والطماطم، راح أخليها شوية تذب ميها. خليت لها هنا بهارات، أي بهارات عندكم أو كاري إذا حبيتوا تخلون، ينطيها طعم كلش طيب. وهنا راح أخليهم يستوون على راحتهم. بعدين أخلي الفلفل حتى يذبل عندي. وهنا أنا خليت الفلفل هم راح أخلي شوية يحمس، الفلفل ينطي طعم طيب. لأن واحد مرات يحير بالعشاء، أسوي لفات ويا البيبسي أو ويا عصير طعمه كلش طيب. وهنا عندي آخر شي طماطة خليت عليها ملح حتى ما تنمرد عندي فد مرة. راح أقلبهم سوا وأخليها شوية تستوي، بعدين أطفي لأن استوى عندي. وهنا أنا خدرت شاي، لأن أكو بيهم يشربون وياه شاي وأكو بيهم يريدون وياه عصير. وهنا أنا اللوبيا تستوي عندي، وهذا عشاية كمل واستوى. وهنا صبيت وراح أسوي لهم لفات ويا العصير، وكان العشاء طعمه كلش طيب. تشيل فراي كلش طيب، إحنا نحبه دائما نسوي. والحمد لله والشكر على النعمة، وربي يزيد النعمة علينا وعليكم وما يحرمنا منها. وهنا أنا سويت حلاوة النشا قبل العشاء، خليتها تبرد، خليت عليها مبروش أو جوز الهند، طعمها كلش طيب. وهذا كان فيديونا لهنا، يا رب يعجبكم ومع السلامة.